مهم جدا. طبعاً. ممكن تحبي تقولي ليه لعدلي جروب الاول؟ احب اقول لهم الف مبروك، واحب اقول لهم ان هم عاملين حاجه مشرفه كالعاده، وان هم معروفين طبعا ان هم من اهم شركات الانتاج في مصر عموما في الوطن العربي. بنت هاني مهنا. ايوه اكيد في اغاني كتير بتحبيها لام كلثوم. طبعاً. اكتر اغاني بتحبيها بندني حاجه صغيره. لا يعني اكيد مش هغني انا كلثوم، عيب ما ينفعش. والحاجه التانيه يعني مش هحور، انا هقول انه بحب كل الاغاني اللي بابا كان بيعزف فيها. حبيتي اكتر اغاني الاستاذ هاني مهنا اشتغل فيها انت؟ يا جماعه بقى، عرفي الناس الجديده والولاد الصغيرين. بص انت هي بتشتغل. الاواخر، مم. وبالذات بالنسبه لي من اهم حاجات حفله باريس طبعا، هي دي حاجه من اهم، يعني مهمه جدا ان هو كان حاضرها، دي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. حاجه انت متحمسه تسمعيها منين صوت ام كلثوم بجد على مسرح لايف، انا مستنيه. طبعا انا بعشق اصلا ميوزيكال، فمتحمسه جدا 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 اشوف اللبس بقى والغنى وكل حاجه. لو رجع بيكي الزمن وحضرتي حفله لام كلثوم، ايه الاغنيه اللي انت تتمني تسمعيها بقى؟ ممكن انت عمري الف ليله وليله يعني كده. خلينا حاسه ان الجيل ده ممكن يتحمس للمسرحيه ويحضرها. جدا حاسه ان هو ده حد مهم قوي 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 ان احنا نبقى عارفينه ايا كان سننا ايه. وطبعا انا مبسوطه ان دي حاجه بتتعمل اصلا دلوقتي، يعني بجد فخوره بيها قوي قوي. لو هي لسه عايشه تحبي انها تغني مع مين من المطربين الجداد؟ ولا اي حد، هي لوحدها كفايه يعني. يا جماعه ام كلثوم، يا جماعه بتهزروا.